إزاي تحوّل الصورة دي للتحفة الفنية دي؟ النهارده هاكشف ليكم سر تصميم لوجو جامد جدًا يعكس شخصيتكم. يلا بينا نشتغل ونستمتع. أول حاجة لازم نعملها هي تحديد فكرة اللوجو. فكر إيه هي الحاجات اللي بتميزك، هواياتك أو حتى ألوانك المفضلة. اللوجو المفروض يكون بسيط وسهل التذكر، يعني مش لازم يكون معقد. اوعوا تنسوا إن فكرة اللوجو لازم تكون مرتبطة بشخصيتك. دلوقتي هنختار الصورة اللي هتكون على أساسها التصميم. اختار صورة تكون واضحة فيها تعبير بتعبر عنك. لو الصورة مش في المستوى المطلوب ممكن تستخدم تطبيقات تعديل صور على الموبايل أو الPC علشان تحسن من جودتها وتعدل الإضاءة والألوان. يلا ننتقل للمرحلة العملية. هنفتح كانفا ونختار أي مقاس احنا عاوزينه. أنا هصمم لمقاس 1080 ل1350. هنفتح التطبيقات ونبحث عن تطبيق اسمه Artflutter. دي أيقونة التطبيق. هنحمل الصورة اللي احنا عاوزين نحولها اللوجو بالشكل ده. بمجرد ما رفعت الصورة بدأت تحمل معايا على طول اهي، وطلعت معانا بالنتيجة دي. نتيجة مبهرة طبعا. طيب هندخل في العناصر، نختار إطار دائري ونحط الصورة فيها. نحاول نضبط الحجم شوية بحيث ان هو يتلائم مع احتياج اللوجو بتاعك. ممتاز كده. هنكبرها شوية ونحطها في النص ونكتب الاسم مثلا في منتصف الدائرة. نحاول نظبط الحجم بالشكل ده كده ونكتب الاسم. الخط ده ممتاز جدا. نكبر الخط شوية، نضيف تأثير النيون نخليه على أعلى حاجة، ونختار اللون يكون مثلا اللون ده مناسب جدا. نكبر شوية ونغير لون الخلفية للون ده مثلا. ممتاز جدا. وممكن كمان نخليها اللون الأغمق شوية. ممتاز جدا برضو. ودي النتيجة النهائية.